مواصلين معاكم ونختموا اليوم مع حكاية الدرويش وهشام الدرويش. مرحبا بك هشام. مرحبا بك يسر، وختامها مسك بالفقرة اللي تعودوا بها المشاهدين ومشاهدين أهلا تونس في الجالية التونسية بالخارج. وكل عادة نحبوا شخصية نعرفوا وحكاية. شخصية وحكاية كل مرة. شخصية اليوم شكون؟ اليوم مطربتنا القديرة ربي يحفظها سولاف. ربي يفضلها مدام سوليف، الفنانة العزيزة والغالية اللي نحبوها برشا واللي توحشناها على الوطنية. ربي يفضلها ويعطيها الصحة إن شاء الله. ندخل في الموضوع. تفضل يا سادة يا مدى، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. وعلى غير العادة معلوماتي على شخصية اليوم ما خديتهاش لا من الشيخ جوجل ولا من المقالات ولا حتى من الكتب. المرة هذه معلوماتي خذيتها من مصدر طول. اي نعم، محلاك السيدة الفاضلة وما فينها. نحكي عن المطربة سولاف، ربي متعها بالصحة وربي يحميها. ما حسيتش بالوقت وانا نحاور فيها تو مدة عامين. بالتالي في حوار كنت باش نعملها وقتها مع الإذاعة. اتولدت في اكتوبر 1943 وقرأت تعليمها الابتدائي في مدرسة زنقة بن زيتون في العاصمة. بعد نقلت المعهد الفتيات في نهج الفافتة حتى لين خذيت وكملت قرايتها وخذيت شهادة معلمة. من اللي هي صغيرة تظن في الغناء الطربي مع نجوم الطرب وقتها في الخمسينات، سعد محمد، رجاء عبدو، سهام رفقي وغيرهم. ومن غير تخمام ولا تردد عرفت سولاف مصيرها وتأكدت اللي يلزمها تطلع فنانة، رغم أنه في ذاك الوقت ومع أبوها كان في الجيش مش بالسهل باش يقبل أنه بنته تدخل مجال الفن. وكان مش الموسيقار صالح المهدي ربي يرحمه اللي استقبلها في الفرقة القومية للموسيقى عام 1964 واحتضن موهبتها. ووصل أقنع أبوها بضرورة دخولها لعالم الأغنية التونسية، رغم أنها كانت تتقن وتميل للشرقي وتبدع فيه، إلا أنه صلاح المهدي كان حريص على أنها ما تغني كانت تونسي. وهي اللي ديما تقول وعلى لسانها صالح المهدي زرع فيا الأغنية التونسية. وهو اللي أعطاها الاسم الفني هذا سولاف، هو اسم عنده تاريخ. وهي اسم المطرب هارون الرشيد في العهد العباسي، ومن وقتها ولا اسم مرغوب فيه وتسموا به برشا ناس، ومنهم الممثلة السورية سولاف فواخرجي وغيرهم. اسمها الحقيقي الرسمي في الأوراق ما يقلش فيها نورقة، اسمها دلندة الخضراوي. كان أول تسجيل عندها المطربة سولاف مع الموسيقار صالح المهدي هو قصيد أنا أهواك لو تدرين حبي. مع الفرقة القومية للموسيقى دارت المطربة سولاف العالم بالطول والعرض، وفي كل مرة يخليوا أبها صورة على تونس والفن التونسي. وكان عام 1968 بداية علاقتها بالأغنية الليبية، بعد ما قررت السيدة نعمة ألف رحمة ونور عليها اصطحاب المطربة سولاف معها ليبيا في إطار مشروع اتفاق بين تونس وليبيا. وكان الإجماع وقتها على التقارب الموجود بين الأغنية الليبية والأغنية التونسية بحكم الجوار وتقارب الشعوب والعادات والتقاليد. المطربة سولاف يمتعها ربي بالصحة وطول العمر ما زالت محافظة على رشاقة صوتها الشجي ما شاء الله عليها. وكيف سألت على الوصفة السحرية جاوبتني بكل بساطة أنها طوال مسيرتها الفنية بعدت على كل ما يضر الصحة والصوت. وهذا يمكن مساج لدى الفنانين وحتى على عوام الناس باش يبعدوا فهمتوا ويعملوا كيفها ويحافظوا على موهبة رب العالمين الصوت وصحة البدن عموما. في الآخر المطربة سولاف ما زالت تبدع وما زالت تنتج في جديد. احنا التوانسة يا يسر يلزمنا نفتخروا في تونس باللي عندنا مطربة اسمها سولاف ما حبش تهاجر مصر رغم الطلبات وحبت تقعد في تونس ونجمت بعد تعب ومش بالساهل باش توفق تكون ربة بيت وفنانة في نفس الوقت. ربي يفضلك مطربتنا القديرة سولاف ويمتعك بالصحة باش تزيد تمتعنا أكثر بإبداعك وصوتك الشجي. وهذه كانت حكاية على شخصية اليوم، إن شاء الله في حكاية أخرى وشخصية يعطيك الصحة هشام. بالحق سيدة سولاف ربي يفضلها محلاها وقداش وعندها يعني ريبرتوار تبارك الله برشا أغاني جميلة، وعندها التامبغ نتاعها وصوتها اللي ما يشبه لحد تبارك الله، معناتها صوت خاص بها. ربي يفضلها وإن شاء الله نشوفوها قريبا. 750 غناية منها هذا هو. شكرا لك برشا.